برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة في صباح القاهرة اليوم الاثنين. والنهاردة ذكرنا موضوع سلامة الإنشاءات، أو هنتكلم أكتر عن سلامة الإنشاءات دي بتضر المواطن أو بتنفعه. ده موضوع مهم جدا لازم كلنا ناخد بالنا منه كمواطنين. إن احنا يعني في حاجات كده مهمة في الحياة لازم يبقى عندنا وعي بيها، زي موضوع سلامة الإنشاءات. في جهات متخصصة عن هذا الموضوع، ولكن احنا بنتكلم عن انه المواطن لازم يكون عنده وعي مثلا بالمكان اللي هو عايش فيه. هل هو قايل للسقوط ولا لا؟ هل في مشاكل محتاجة ترميم ولا لا؟ برضو الآثار، لأنه احنا يمكن كنا دايما بنتكلم على ان احنا مصر عندها كمية كبيرة جدا من الآثار، يعني لا تعد ولا تحصى، ولكن احنا يمكن من كتر ما احنا ماشيين كده في الشارع بنشوف آثار آثار آثار، بقى عندنا حالة من الايه، عدم الاهتمام. لا، ما هي عندنا كتير، لكن ده غلط طبعا. اي دولة في العالم بيبقى عندها يعني المواطن نفسه بيبقى مهتم بانه ده اثر بقاله اكتر من 100 سنة، حاجة مهمة مش موجودة في دولة تانية. بتهم قطاع السياحة او بتعمل على جذب سياحي، سواء سياحة خارجية او سياحة داخلية، فلازم نكون كلنا مهتمين بيها، سواء انت كمواطن او اي جهة مسؤولة عن هذا الموضوع. عن كل هذه الموضوعات بقى هنتكلم النهارده مع ضيفنا اللي بيشرفنا في استوديو صباح القاهره، مع المهندس مايكل البدراوي، خبير ترميم المنشآت التراثيه وعضو لجان تصالح محافظه القاهره. اهلا بك يا باشمهندس، صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. باشمهندس، في البدايه خلينا الاول نتكلم على تعريف السلامه الانشائيه، معناها ايه؟ تمام. بص يا فندم، السلامه الانشائيه هي مصطلح بيتقال على سلامه كل منشأ موجود عندي طبقا مم. لحالته. في طبعا شروط كتيره بيخضع عليها كل منشأ في التقييم، مم. والتقييم هنا بيسمى هو شهاده السلامه الانشائيه اللي بيطلعها المهندس المسؤول عن الموضوع ده. مم. غالبا المهندس اللي بيبقى مسؤول مهندس مدني نقابي. ممكن يكون في درجات مختلفة، يعني نوصل لمرحلة ان احنا عايزين استشاري او دكتور مهندس متخصص في الموضوع ده مم. حسب ابعاديات او الحالة العامة. صغير حديث التخرج عادي يبص على تفاصيل العناصر الانشائيه، يعني بيبص على العمدان، بيبص على الكمر، بيبص على البلاطات اللي هي الاسقف. مم. وبيبص على ميول المنشأ من عدمه، بيبص على التربه. دي كلها ملاحظات بتخش في السلامه الانشائيه. مم. ثم بعد كده بنبتدي نرتقي لاعلى من كده، يعني لو برج كبير، لو عماره اثريه، بيكون في متخصصين اكتر دارسين اكتر في هذا التخصص، لان بيتعمل حسابات هندسيه للوضع على ما هو عليه. ما مم. ينفعش مبنى تراثي عشان حصل فيه ميول او شروخ ما هنقول ده كده قرار ازاله. لا، الحاجات مم. اللي طلع لها قرارات ازاله اللي هي المنشات اللي ليست ذو قيمه مم. وعفى عليها الزمن، وتكلفه ترميمها او ان هي تصين اكتر بكتير من تكلفه وجودها. مم. انما المنشآت التراثيه والاثريه لا، تكلفتها مهما زادت هي ليها قيمه طبعا تاريخيه تاريخية. واثريه صحيح. وحضاريه لكل الشعبين. مم. فبناء عليه شهاده السلامه الانشائيه هي شهاده بتوضح حاله المنشأ وكيفيه التعامل معه وتقويمه. كويس. ده زي ما قلت لحضرتك باختلاف الدرجات مم. بتاعتها. الشهاده دي لما بتصدر من الانشائي بيبقى في رقيب عليه، اللي هي نقابه المهندسين، في لجنه اسمها او اداره اسمها اداره مزاوله المهنه، بتراجع المحتويات اللي هو عمله من الشهاده والتقارير اللازمه للموضوع، وبيتم الختم عليه. يبقى المتضامن مع المهندس هي نقابه المهندسين، مم. بحيث ان هو يبقى مزاول المهنه بناء على الختم دوت او هذا الترخيص. مم. ده ملخص بالظبط موضوع شهاده السلامه السلامة الانشائيه. الإنشائية. تمام. طيب، ده بالنسبة لمثلا حضرتك قلت المباني التاريخية أو التراثية، أو لو مباني عادية، هل هيتم ترميمها ولا لأ؟ لو تكلفتها هتبقى أكتر من وجودها، فأعتقد إنه ده بيبقى ازالتها افضل. إزالتها أفضل. صحيح. طيب، خلينا برضو نتكلم على مين المسؤول عن تطبيق السلامة الإنشائية. يعني مثلا هل كل محافظة فيها مكان، محافظة نفسها تمام. فيها مكان لمهندس، المهندس ده بيروح الأماكن أو المناطق، مثلا خلينا نتكلم عن الآثار والأماكن التاريخية، تمام. ويشوف إيه اللي محتاجة من ترميم، إيه اللي هي خلاص المتهالكة تماما محتاجة قد إيه، هتتكلف قد إيه؟ هل فعلا ده موجود في كل محافظة في مصر؟ بص يا فندم، هو عموما الموضوع يخضع لوزارة التنمية المحلية وما يتبعها من المحافظات ثم الأحياء. مم. في كل حي بيبقى فيه حصر للمنشآت التراثية والمنشآت التاريخية الأثرية الموجودة في الحي ده. كويس دي جدا. اوريدي موجودة في الحي نفسه، تمام. وبناء عليه بيبقى فيه تعاون بين الحي مم. وبين جهاز التنسيق الحضري.
جهاز التنسيق ده الحضري. تابع لايه جهاز التنسيق الجهاز ده الحضري؟ تابع لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة. تمام. والجهاز دوت بيهتم بكل ما هو مدرج في التراث. كويس جدا. تمام. يعني لو فرضنا حي زي عابدين من الاحياء الأثرية طبعا. والتاريخية القديمة، كل ما تلاقي فيه حاجة هتلاقيها مدرجة في التراث، من حارة السقايين بقى امم وقصر عابدين والكلام ده كله هتلاقيه مدرج عند الحي ومدرج في في الجهاز. الجهاز. كويس. تمام. بالنسبة للمباني اللي بيبقى فيها بقى مشاكل حتى لو هي عادية، يعني امم مش مباني مش تاريخية، مباني تاريخية. الحي بيبلغ من الساكنين أو من محيطهم. حضرتك امم شايفة في مبنى مشرخ واقع، لو انت احد سكان العقار او العقارات اللي حواليه، لان طبعا ابلغ فين؟ بتبلغي في المركز التكنولوجي، بلغ رسمي بصورة في ولا حاجة، المحافظة؟ في الحي اللي تابع في ليه. الحي. مركز اروح تكنولوجي رئاسة جوه الحي. الحي وفي مركز هناك ابلغ ان تكنولوجي المبنى اللي مثلا انا اللي فيه جنبي او او اللي انا فيه في مشكلة ما انا شايفينها، احنا مش مهندسين كلنا، اه فشايفين في شروخ، في حاجات بتقع، بياض بيقع، حاجات زي كده. تمام. ليه؟ لان خطورة مبنى واحد ممكن يحصل له انهيار على اللي حواليه اكتر كده. بالظبط. فخلينا نقول ان لو سكان العقار نفسهم ما رضيوش يبلغوا، يبقى العقارات اللي حواليها لازم تبلغ بهذا الموضوع. بعديها طب ما هو بيتم هيقع ادراجه. عليهم لو هو مش في مشكلة جامدة جدا في ممكن ناس يقع عليهم. في ناس ما بيبقاش امامها اختيار الخروج من المنازل كارثة. القديمه، لان يا ما عندوش، يا الا بالنسبه له هو عاجبه المكان اللي قاعد فيه. هو بيبقى 90% ما عندوش مكان يعني طبعا، مم. يعني خلينا نتكلم في ان الحاله بتبقى ضعيفه من طبعا. الاول، فبيبقى ما عندوش. انما برضو احنا يعني من خلال حضرتك ممكن نتكلم في شبه مبادرة كده، ان مم. ممكن الدولة في الاماكن اللي زي كده يعني تنقل الناس على الاماكن العمرانية الجديدة، ويكون بالظبط. المدن بايجار الجديدة. رمزي صحيح. بالتضامن مع وزارة التضامن مثلا ولا حاجة، يعني صحيح. هيحلوا أزمة أزمة. الإخلاء. صحيح. لأن زي ما أقول لحضرتك برضو في مشكلة في الإخلاء. لو حضرتك الحي خد قرار بأن المبنى ده لازم يزال، مم. بيتم اختار وزارة الداخلية متمثلة في الاسم التابع ليها، مم. والمفروض ان في قوة بتتحرك بوجود المهندسين بتوع الحي وكده لعمل اخلاء للازالة. تمام. لو السكان رفضوا، هم بيبقى تم اختيارهم بان لازم المنشأ ده يزال، انما ما فيش قوة جبرية للاخلاء. حتى في مم. حالة الخطورة الداهمة حضرتك بتروحي تنفذي اكتر من مرة. خطورة داهمة يعني هيقع. الحي متأكد انه وقع يعني اه بنسبة كبيرة. لو رحت تخلي اكتر من مرة ورفضوا، انت ما بتقدريش مش تجبريه، ما هقدر فيش قوة امشيهم غصب. جبرية في طرد مواطن مفيش من قانون منزله. بيقول كده. اه صحيح. مم. فبناء عليه هو حر لو عاوز بقى يقع عليه، هو حر يعني، لا هو قدر الله بيبقى يعتبر دي مشكلة. اخترناه، بس هي مم. النقطة انا زي ما قلنا لحضرتك النقطة ان هو مش قادر يروح مكان تاني. فبناء عليه لو تم هي يعني مأساة تفعيل بصراحة يعني لو هو تفعيل ما عندوش مبادرة مكان تاني. ده بشكل كبير يعني. يا الا هيضطر يروح عند حد من قرايبه، او ممكن ما يكونش مرحب بيهم، او ملوش للأسف. اسرة كبيرة، او مم. او زي حاجة يعني. ما فيش بديل عموما حتى في الوقت مم. القريب يعني. مضطر يعني. مضطر ان هو يكمل حياته على كده، يا الا بيندفن بعد كده تحتيها لو فضل في تقصير من عدم مم. ايجاد مكان يعني. مم. آه طب الأماكن بقى اللي ممكن تترمم، تمام. يعني ما فيهاش خطورة ولا ممكن، مين اللي بيرمم؟ مين المسؤول؟ هل آه السكان بيدفعوا فلوس ولا المحافظة هي اللي بترمم ولا مين هنا بالظبط؟ بقى دي نيجي لمشكله معقده تانية، ان مم. الحي يطلع قرار ترميم ان المنشأ ده مش قايل للصرف. لعمارة مثلا ممكن وعايزة بس تترمم، لابد تترمم، من ممكن الترميم. يتعمل فيها معالجه للشروخ، وممكن يكون فيها نصب على اعمده ستيل، يعني اه ممكن يتعمل فيها كذا اجراء انشائي يخليها كويس. تتحمل وتقعد مده اكبر كمان، يضاعف تمام. زمانها كمان. تمام. القرار طلع من الحي، اه بيختار بيه مالك العقار. كويس. مالك العقار ممكن يكون كل العقار مؤجر منه ايجار قديم، ممكن ما فلا يخطرهمش. لا يقول لهم يا جماعه لموا من بعضكم، وبناء عليهم هم لو هم حالتهم الماديه ضعيفه او كده ما يعملش حاجه. امم ويرجع تاني يقول انا حاولت اخلي مع السكان او اخطر السكان، ما حصلش ان هم التزموا بالترميم امم اخلاء لوضعه، لانه في الاول والاخر المشكله بتاعت صيانه العقار على المالك. امم طبعا اللي هيتضرر المؤجرين، ودي مشكله الايجار القديم في مصر، لان طبعا امم ارقام باخسه جدا، فالمالك مش شايف انه بالفلوس دي اروح ارمم، لان طبعا حضرتك عارفه الخرسانه والحديد والحاجات اللي بتبقى كمان سعرها خاصه دلوقتي بالترميم دي اه بتبقى اغلى شويه من الخرسانات العاديه. امم فبالتالي ما بيحصلش الترميم، امم فيبتدي يوصل للمرحله اللي بعد منها لحد ما بيوصل لمرحله الانهيار تاني، يبقى احنا رجعنا للمشكله اللي هي بتاعت في العقار ناس هيقع. هيقع، اه وفي ناس مش هتعرف يعني كانوا دفعوا الأول فلوس أحسن
بدل ما يقع عليهم. يعني طب هل بيبقى في حد ممكن يفهمهم الوضع ايه؟ يعني هو ما فيش حضرتك غير التوعية الإعلامية اللي احنا بنعملها دي، ان مم. حضرتك في وضعك لازم تكون يا اما العماره مراعي هتقع اول باول. عليكم مثلا. اه مم. وهقول حاجة على حاجة، هو في اوريدي سيستم ماشي في مصر ان هو بيبقى في اتحاد شغالين في اي عمارة، حتى العمارات القديمة المفروض بالظبط. يعملوا حاجة زي كده. في ابتدوا مشكله في العماره بيجمعوا اه من لا، بعض. ويشيلوا مع بعض من بدري، مش بالظبط. لازم لما العقار يحصل له ترميم او يبقى في صحيح. مبلغ محطوط لحساب العمارة حصل مشكلة نبتدي صح. نطلعه. انما ما نجيش برضو مرة واحدة ننضغط كلنا كسكان مم. ان مش عارفين نعمل حاجة. مم. فدي احد الاساليب برضو اللي يجب ان هي تحصل. مم. طبعا برضو خلينا نقول ان لما يبقى في خوف من حاجة، هنلاقي حوالينا مهندسين ولا حاجة، ممكن مبدئيا استشير حد لو انا مش على معلومية بان اللي حصل ده حاجة مم. يعني جامدة ولا حاجة بسيطة، لان في مم. ناس بتبقى شايفة الحاجة ومعتبرة ده شرخ حيطة. مم. عقار الزيتون اللي وقع هو مم. حيطان حاملة، مم. فهي الحيطة هنا مكان العمود في الخرسانات الجديدة، فلما مم. الحيطة مشروخة أكتر من شرخ فوقع المبنى. مم. تمام، فدي مشكلة. ده غير العقار بتاع مصر الجديدة اللي وقع عقار مصر في الجديدة نبيل وقال. ده ده خرسانة. في حد من سكان العمارة كان بيوسع الشقة بتاعته فشال عمود. شال عمود من الريسبشن، مم. ودي طب مشكلة تانية. اللي كان بيعمل له، يعني اللي بيوسع له الشقة، ما قالوش معقول ما يعني اللي وقعت على هقول الناس لحضرتك، هنا هو هنا كان في سبب في ده في اجراء غلط تم. اولا اي تعديلات في او المنشا او اي توسعة؟ ترميمات او اي اه حاجه بيتم الرجوع للحي بطلب، بالظبط. ثم الحي بيقوم بدوره الاشرافي، وهم بيجيبوا اللي بينفذ يجيب مهندس المهندس يشرف صح على الحي. مظبوط. موضوع ان حد يشيل عمود ده معناه ان الشخص ده ممكن يكون مقاول فقط مش مهندس، فبالنسبه له ليس ليه درايه باهميه العمود. مم. ما تقلقوش مش عارف ايه، ويروح مكسر، وبمجرد ما المبنى ابتدى يشرخ هم. حصل خلل فيه، وقع طبعا وقع بس على الناس، واللي مات مات بقى. رجل المنشأ انت شيلتيها، الاعمده بالظبط. دي هي الرجول اللي واقف عليها بالظبط. المنشأ. في شيلتيها. المدن الجديدة أو في بعض يعني المدن المنغلقة على نفسها بيبقى ملوش حق مالك العقار مثلا أو الوحدة إنه يعمل فعلا زي ما حضرتك قلت أي تعديلات إلا بالرجوع لجهاز المدينة نفسه. صحيح صحيح. وبيجيبوا فعلا مهندس ويقول والله عايز تعمل تعديلات كذا هتتكلف كذا. خلينا هنا برضو في نتكلم ان الجزء ده، في في الجزء ده من في الشقة. وعي اكتر شويه في المدن الجديده بالظبط. من السكان حتى المحيطين. يعني هو مم. اي حد بيشوف اي حد بيتحرك داخل بيبلغ المنشأ على طول. بيبلغ على طول. صحيح. والاجهزه في المدن وهيئات المجتمعات العمرانيه الجديده انشط نسبيا من من القديمة، الاحياء، مع إن لان القديمة فيها عمارات كتير جدا قوية يعني وسط البلد. حضرتك أدرى مني بده، العمارات برضو لسه ماسكة هي بص يا نفسها. فندم، هو العمارات اللي هنا هي في الشوارع الرئيسية نقصد يعني. صحيح. بص يا فندم، معناها تاريخية وأثرية تعتبر. ده هي دي الاكثر احتياجا لسرعه المشاهده والترميم امم. الاحياء. امم. خلينا نتكلم ان وزاره التنميه المحليه عدد المهندسين من ساعه ما وقف التعيينات امم. فبيخرج عدد كتير، العدد امم. الموجود قليل. امم. فموضوع ان الخدمه على على الحي ذات العدد ده نفسه كله. قليله جدا. صح. فهتلاقي مهندس الحي بتاع اسكان وطرق واخد 3 4 انشطه امم. كلهم بيحاول مش عارف يخلصهم. يعمل ايه ولا ايه يعني يعني. اه. هيراجع الطرق ولا راجع الصرف بتاع المنطقه ولا راجع المباني اللي قايله للسقوط فده مم. ضغط برضو على وزاره التنميه المهندس. المحليه. اه. فالمهندسين حتى لو في فنيين مهره، انما المهندس ذات نفسه هو عينه بتجيب نعمل ايه، وعنده تخطيط وعنده علم معين بيخليه يقدر يلم حاجات كتيره تتحل، امم. وليس مراقبه فقط. امم. بالنسبه لاجهزه المدن، لا يعني اولا عندهم امكانيات اعلى بكتير. يعني خلينا امم. نبص ان هم بيبقى عندهم عربيات للتنقل بسهوله، امم. عندهم الجهاز ذات نفسه مقسم لعده اقسام كبيره، كل قسم فيه عدد مهندسين لا امم. باس به يقدر يتابع دي المدن الجديدة. انما الاحياء طبعا زي ما بقول لحضرتك، لو عدي في اي حاجه هتلاقي 3 4 مهندسين على اجمالي الحي، اجمالي خدماته واجمالي كل الحاجات اللي فيه. امم. وكم فني على مثلا محامي شؤون قانونيه، يعني عدد قليل جدا لا يتناسب مع حجم المشكلات او حتى قيمه الحي ذات نفسه كحي اثري يعني. امم. بتكلمي في عابدين والمسكي والعتبه والاحياء دي كلها احياء كل متر فيها بمبنى اثري او تراثي، امم. والعدد المهندسين اللي جوه غالبا لا يتناسب بشكل كبير. وان كان في تعيين حتى عقود بس لا يستمر، يعني بيجيبوا ساعات عقود استعانه، بيبقى مهندس او اتنين وممكن ما يلاقيش الراتب مناسب. وطبعا المضايقات كتيره قوي لان انت بتحتكي مع مواطنين صح. برضو اصعب وفاكرين شويه من فاكرين ان انت جاي تهدلهم تهدلهم على طول. دي اي مشكلة طبعا. تعامل في الاحياء القديمه بيفتكر ان انت جاي ضدهم، امم. فبيبقى التعامل مش لطيف، صعب. فمعظم الناس بتنسحب حتى
بتوع العقود ما بيكملوش تاني. مم. ده شكل الحالة طبعا. وده يعني انتوا محتاجين فعلا يكون في عدد اكبر من المهندسين في الاحياء، في دي الأحياء حاجه القديمة. تانية. يكون في توعيه للناس انه المهندس ده جاي عشان يرمم لكم مثلا صحيح. العقار او المكان عشان ما يقعش عليكم. صحيح. فبيبقى برضو محتاج قبل ما المهندس يروح يزور المبنى ده انه يكون في الاول المواطن عارف اختار ليه، يفهمهم بالراحه انه في ناس هتيجي ترمم البيت عشان البيت هيقع كذا كذا كذا. ما صحيح. يروحوش مره واحده عشان ما يحصلش زي ما حضرتك قلت تعرض المهندسين لمضايقات من المواطن العادي، لان المواطن هو البسيط متوقع فاكر ان انت انه جاي بالظبط تهدله. هتهدله البيت. موجودة في المناطق اللي زي كده والأحزاب والحاجات اللي هي المفروض تقوم بمساعدة ودعم الشارع. تمام. ان تبتدي تعمل مثلا شوادر يعني اجتماعات كبيره، مم. احنا يا جماعه بنعمل كذا مم. ودي مبادره. لان حضرتك عارفه ان في مشروع كبير على مستوى مم. القاهره ذات نفسه لترميم القاهره التاريخيه كله والمباني صحيح التراثيه. صحيح. اذا احنا مش هنبقى في تعارض بيننا، احنا بنحاول نخلي المبنى بتاعك موجود، مم. بل بالعكس يسترد صحته وكامل قوته، تمام. مبقاش في خطوره عليك وما زلت متواجد يعني. تمام. طيب باشمهندس هسأل حضرتك على حاجة، حضرتك مهندس مدني مدني. مدني انشاءات. طيب عايز اسال حضرتك حاجه على موضوع شكل البيوت. يعني احنا المهندس حسن فتحي تمام. يعتبر هو على مستوى العالم من طبعا. اكبر المهندسين يعني. صحيح. وكان عامل حاجه اسمها المنازل اللي هي ذات القباب، كانت كانها يعني بتدي تهويه طبيعيه او تكييف طبيعي، اللي هي كان شكلها بتبقى في النوبه صح، صحيح. او في اسوان هو حاجه زي عاملها في كده. النوبه فعلا. احنا ليه مثلا ما بناخدش يعني مثلا يقول لك البيوت بتاعت زمان كان السقف عالي، فكانت التهوية فيها ما بتحتاجش تكييف. صحيح. مع درجة حرارة الجو بتبقى مختلفة. في بعض المنازل الناس بقى اللي بيبني لنفسه بيت، صحيح. بيبقى الحيطة نفسها مبطنة بحيث انها بتبقى عازل للحرارة، سواء بقى صحيح. في الجو البارد او الجو الحار او الطقس الحار. ليه احنا ما بنعملش كده؟ يعني دايما يقول لك المدن الجديده كويسه زي ما حضرتك بتقول مثلا في بعض التنفيذ او بعض الاجراءات، صحيح. لكن البيوت مش زي بيوت زمان. صحيح. بص يا فندم، هو احنا دلوقتي دخلنا في طريقة الإنشاء، وطريقة الإنشاء عندنا دلوقتي بقت استثماري أكتر ما هي للفن المعماري. واللي امم. حضرتك قلتي عليه كان فن معماري واندثر لصالح القطاع الاستثماري. إيه ليه امم. بقى؟ حضرتك مثلا لو مسكنا البيوت القديمة اللي احنا بنتكلم فيها إن هي تراثية أو كده، كانت الدور ارتفاعه عالي جدا، 3 متر الدور دلوقتي و80. بدورين. فعلا يعني. صح كده. فالارتفاع بتاع الدور دوت كان بيؤدي ان فيه فوق دورات الهواء، تيارات امم. الهواء شغاله مع نفسها، فبتبرد وتنزل تحت والسخن يطلع فوق وهكذا. ففي امم. المستوى اللي حضرتك عايشه فيه اللي هو متر، متر ونص، مترين، خنقه. الهواء اللي موجود دلوقتي كان وقتها بيبقى ساقع لان امم. تم تبريده في دوامات الهواء ونزل. امم. بجانب ان كان بيتعمل ملاقف هواء في اخر السطح خالص، بيبقى جزء كده امم. خشب فيه قش وحاجات زي كده، امم. الهواء يعدي عليه يتفلتر ينزل في بير السلم يتوزع على كل السكن بشكل يعني ممكن تبقي سقعانه وانت واقفه صح في مظبوط بير فعلا. السلم يعني. امم. وطبعا كان في الفانوس بتاع السلم ده، ما احنا امم. دلوقتي حضرتك لو بصيت عليه تلاقي ضيق جدا. جدا. امم. انما كان زمان لا، يعدي واسع. اسانسير يعني. صح مظبوط. فطرق الانشاءات واستخدام ماتيريال الخشب، كان برضو الخشب من احد الخامات اللي بتبرد اي سخونه. امم. دلوقتي احنا كنا بنتكلم في الموتيل وحديد وحاجات زي كده. امم. ففرق الاستخدامات بتاعه الخامات كمان هو اللي عمل الفرق ده. طيب انا دلوقتي الراجل الاستثماري لما يجي يعمل 4 ادوار في دورين وهيبيع الشقه بنفس السعر، اذا بالنسبه له ده ايه يعني احسن. الخشب ومشتقاته بقت غاليه جدا عن الموتيل والحاجات دي، لان الخشب كخامة عالي جدا اعلى طبعا. دلوقتي. صح. اذا لا، مش ابتدينا نستبدل بحاجات اقل. هو المنظر العام يقول لك ده عمارة جميلة ورخام وسيراميك في المدخل وحاجات زي كده، انما مش هو ده الواقع البيئي. خلينا نتكلم من ناحية التنمية المستدامة. المباني بتاعتنا القديمة كانت تنميتها المستدامة اعلى بكتير من المباني الحالية، بالظبط، هي لان عايشه هي هي لحد دلوقتي بقى وهي لها اكتر بتدور من 200 نفسها يعني. و300 حضرتك سنه. برضو الجزء بتاع الاضاءه الطبيعيه كانوا هم مهتمين بيه، ان حضرتك تبقي في اتجاه الشرق نور واتجاه صح. الغرب مش عارف ايه والبحري هوا، فانا ولا محتاج تكييف ولا مروحه كنت ولا لسه هقول اضاءه لحضرتك ما انا هوفر حاجات تانية، بس هو كتير. المستثمر ملوش دعوه. هو يقول لك بالنسبه بقى له تجيب تكييف ما تجيبش تكييف، انا عايز ابيع انا كل ما. ولذلك بيبني في كل اتجاه، يعني القبل بيتبني فيه، البحر بالظبط بيبني في اي للاسف اتجاه، لان هو بالنسبه له انا الوحده عايز اكسب. تمثل فلوس.
فموضوع الفن المعماري اللي هو عندنا، وفي ناس قامات عالية ما زالت موجودة فيه، واحنا على فكرة من اكتر الناس اللي بتعمل تصميمات بتتباع عالميا، مم. مش جوه مصر. مم. اذا احنا موجود العلم بس لا يطبق، مم. والاشتراطات بقى الهندسية ذات نفسها مم. في القوانين مفتوحة شوية. يعني من مم. حقه يعمل ادوار ارتفاعها 2 متر 80 بالكتير، او وينزل ل 2 متر 40 كمان، اللي هو يعني قليل لو واحد جدا. طويل رفع ايده ممكن يخبط في السقف. بالظبط. مم. فعلا الناس موضوع بتخبط في النجف. اه يعني بقول يعني لحضرتك اي والله مش حتة فيها تهريج، فعلا مروحة ناس او حاجة كتير في نازلة. المدن الجديدة السقف ما بيبقاش عالي خالص لدرجة ممكن صحيح. حضرتك ايديك تتخبط في النجف، صحيح. وبتحصل كتير. ما هو هي النقطة في ان هو الارتفاع ده اندثاره وده مشكلة، دي من احد المشكلات. طبعا مم. موضوع الانشاء ذات نفسه بالديتيلز البسيطة اللي كانت هنحط فين مخرج الهواء، مم. طب نحط فين منور يكون بيجمع هواء اكتر مم. ويدي تهوية احسن، مم. نعم. يعني كل الكلام ده مش بيتراعى بشكل كبير، مم. جزء كبير منه مندثر. مم. لان كمان هقول لحضرتك على حاجه، اللي بيجي يعمل رسمه معماريه لعماره جديده ولكن في المناطق زي المرج ولا حاجه، احد المناطق اللي احنا بنصالح فيها بكميات رهيبه، مم. هو اللي عمل الرسمه مقاول بداعي ان هو شاف مكان قبل كده، طب ده ما يناسبش عندك، مم. مم. ويطلع بيه برج كبير 14 مم. دور هو على نفس الشكل. مم. الخرسانه بيعملها بشكل عشوائي، مم. الكاميرات وصارف حاطط على فكره كميات بس زي اللي عشوائيه. بنشوفها على الطريق الدائري اللي حصلت فيها مشاكل قبل كده، يعني حضرتك مثلا مثلا العمارات لازقه في بعضها ده مفيش. حضرتك في تمشي كده صف عمارات طول ما انت ماشي، طب هتعدوا منين جنب بعض؟ مفيش مم. شوارع، يعني واخد الوش كله، مم. مستغله. طب مفيش شوارع جانبيه. حتى في مره مم. فخامه الرئيس قال لو لو عربيه عايز اعدلكوا اسعاف. اسعاف اعدلكوا ازاي، صح. مطافي اعدلكوا ازاي. مم. فعلا في اماكن العبث اللي هو مم. بقى في عدم وجود رخص وعدم وجود ضوابط وتطبيق بقوة القانون. مم. لا احنا عايشين في شكل عشوائي رهيب جدا، مم. وخصوصا يعني على المباني. طرق كبيرة زي كده. مم. المفروض الطرق دي كمان بيعدي عليها يعني رايح جاي سياح لان اللي طرق هو الطريق مفتوحة. الدائري والكلام ده كله. اه مثلا فالمنظر اللي بيتشاف ما هي عليه المشكله انه مش، كان في وقت من الاوقات التراخيص دي كانت ما كانش فيه تراخيص، وعلى هو فكره كان مش في عن القاهره مباني بس، ده عشوائية. اسكندريه كمان كان معروفه. ما هو صحيح. اسكندريه كان فيها انا مشكله في برج طلع في اسكندريه بالظبط قدامي في 15 يوم، شدات ياه. منزلقه، سبوا الخرسانه وبقوا يرفع البلاطات ورا بعض على طول، وانا ماشي كانت 15 عماره يوم. كانت عماره بتطلع يعني. كارثه دي. معرفش هي لسه واقفه ولا لا، بس مم. يعني بجمله الاجراءات مم. اللي بتحصل بدون رقيب مم. دي مشكله كبيره. كان انا مش عايز اقعد اقول كلمه فساد المحلات، بس هو المحلات ما بقاش فيها اللي يتابع اساسا، فحتى لو موجود مم. ناس مش قادره تقوم بدورها، فالفساد هنا مش عن قصد، هو مم. هو صنيعه اوريدي ما فيش صنيعه عدم وجود الرقابه نفسها. يعني اصلا حتى المختص عن هذا الموضوع مش موجود، يعني ما فيش عدد كافي. صحيح. او مم. اعتقد ان السيده وزيره التنميه المحليه دلوقتي قريت لها اكتر من خبر خلال الفتره اللي فاتت، هي بتتكلم في موضوع انها تفعل الجهات الرقابيه اللي عندها. يا ريت. بيبقى في اجهزه زي اجهزه الرقابه على البناء، مم. ومن جوه الوزاره نفسها في اجهزه رقابه على البناء. بس هي الجزئيه اللي انا عايز اقول لها، حضرتك هتراقبي على ناس هي مش قادره تقوم بشغلها، فيبقى الاوقع شويه نشوف الاحياء بالظبط حتى اللي محتاجينها في القاهره وكده، مم. تنمى الاول ثم بعد كده نقدر نراقب عليهم في الشغل يعني. مم. الاحياء اللي في القاهره الاول، اللي اه هي التاريخيه، حضرتك تقصد التاريخيه، لان التاريخيه. هي مضغوطه شويه الفتره حاليا، اه. انما طبعا انا يعني جميع برضو الوحدات المحليه في القرى والكلام ده كله هيجب ان تراجع، ويراجع مظبوط. عملها ما فيش مشكله، واللي مم. نقدر مم. نفتش عليه ونحسن وضعه ده يبقى كويس جدا. بس المناطق التاريخية برضو مهمة في الوقت اللي احنا فيه بالنسبه لنا طبعا. يعني كإرث تاريخي، وعلى فكره هو في كل محافظه تلاقي في كذا بالظبط. منطقه تاريخيه يعني. في المنصورة أنا كنت في حتة اسمها العباسي، مم. العباسي دي كلها جوامع وأضرحة تاريخية جدا، مم. والمنظر المعماري بتاعها رهيب، مم. القبب بتاعتها مصنعة حضرتك من كلمتنا قبل كده، كنت ضيف عندنا وكلمتنا على موضوع في القبب محافظة دي. المنصورة، في محافظة المنصورة. المنصورة صحيح. طبعا. ف... فعلا محافظات كتير فيها مناطق تاريخية لابد من فعلا يعني الاعتناء بيها صحيح. وان يكون في سبوت عليها في الفترة اللي احنا فيها دي، والاهتمام بالمناطق التاريخية او الاماكن الاثرية طبعا ده صحيح. شيء مهم جدا. يعني احنا بنتمنى ان شاء الله في الفترة القادمة ان يكون في توعية زي ما حضرتك قلت للعنصر البشري للمواطن، ان يكون في ترميم للمكان اللي هو عايش فيه. لو شاف حاجة يقول يبلغ على طول زي ما حضرتك قلت في المكان اللي هو فيه
الوحده او الجهاز المدينه او الوحده المحليه اللي هو عايش صحيح. فيها التابع الحي، للحي. مركز التكنولوجيا. مركز التكنولوجيا التابع لاي حي، لو حد شاف اي حاجه مش مظبوطه في اي مبنى يروح على طول الحي يبلغ. صحيح. وهيتم طبعا اخذ اللازم من قبل المهندسين اللي موجودين في صحيح. الحي. نتمنى طبعا ان كل الناس تكون متفهمه ده. ونتمنى في جزء تاني كده، مم. يعني هو نعتبره تقصير نسبي من مجلس النواب حتى الآن، لجنة الإدارة المحلية والتنمية المحلية. مم. يعني ما فيش إصدار قانون المحليات ولا لسه النهارده كنا متابعة. بنتكلم على خبر في المحليات، فكنت بقول انه لازم يكون في سرعه اكتر تحرك من مجلس لقانون النواب فعلا عشان خاطر الدعم القانوني وقوة الإعطاء للجهات قانونا تتفعل. يقدر صح، يعمل ومش حاجة هيقدر يعمل حاجه من غير ما القانون من ده يبقى غير ما في موجود. قانون فعليا. صحيح صحيح. حضرتك عندك حق طبعا. انا بشكر حضرتك جدا على ربنا وجودك يخليك. معانا النهارده مره تانية. مشاهدينا بنشكر المهندس مايكل البدراوي، خبير ترميم المنشآت التراثيه وعضو لجان تصالح محافظه القاهره. شكرا حضرتك يا فندم، شكرا شرفتنا حضرتك. ونورتنا يا شرفينا باشمهندس. يا فندم. شكرا. مشاهدينا ناخد فاصل سريع ونرجع نستكمل مع حضراتكم اخبارنا وفقراتنا. الفقره التاليه عن الصحه النفسيه للاطفال والاهل مع دخول العام دراسي الجديد بعد هذا الفاصل.